وانا بستخدمه في بيتي، واللي برجع لفيديوهات سابقا بشوف انه انا كل اصدارات الهوزورسو استخدمتها في بيتي. عندك الستاندرد، هذا الادنى حد من الجوده، يعتبر افضل من كثير اجهزه على مستوى العالم. ليش؟ مواد خام بالبلاستيك وبمواد الفلتره وبالحنفيه وبالخزان، جوده عاليه جدا من كل شيء. بالفول مواصفات صار عندي ميزات اضافيه مثل نظام الزينبتيكا ومثل مراحل الاملاح الاضافيه. اما بالاكسترا فهون حققت كل شيء بحلم فيه. ليش بحلم فيه؟ لاني انا لما بركب فلتر مياه شرب ما بتمنى يطوف البيت عندي، ففيه حساس تسريب، وما بتمنى ينفجر الجهاز، وفيه بصندي شرجي حمايه كاسح الضغط اذا اجت المي قويه، وما بتمنى المصافي من ساعة اركبه بعد ساعتين يسدوا، لاني في عطل بالشبكه اجاني وحل، او من خزانات اللي موجوده عندي في البناء اجاني كميه وحل سدت لي المصافي. فيه مرحله حمايه شامور امنيات، فيه نظام تنشيط الاكسجين في المياه، وفيه تنشيط الانفلاريد المسؤول عن تنشيط الدوره الدمويه، تنشيط الانزيمات المسؤوله عن ربط الكريات الدم البيض والحمر مع بعض، فيه حنفيه كروم 304 غذائي، فيه نظام تصرفلي بيوفر من 60 لل 80% من مياه الكب. يعني بالاجهزه العاديه الفلتر مقابل اللتر بكب من لترين للثلاثه ممكن اربعه، هون بكب من اللتر وشوي للتر الا، يعني ضليت عند اللتر، ما وصلت لا 2 ولا 3 ولا 4. بالاضافه الى ذلك انه الجهاز حاصل على 12 شهاده ايزو وشهاده الثقه والجوفيلك وممنونيه الزبون من اوروبا، ومنتجات الجهاز المصنعه من البلاستيك والكربون حاصل على شهاده الاف دي اي الامريكيه والنيسفه، والجهاز حاصل على شهاده السي اي اللي بتخوله يتداول بالاسواق الاوروبيه. انا كاخصائي صار لي اكثر من 10 سنوات بشتغل بالاجهزه المنزليه فقط. اي جهاز بختار لاستخدم في بيتي؟ طبعا بكل ثقه راح اختار اجهزه هوزورسو.